يا صباح الفل، ده يوم من ايام سنة اولى جواز. اليوم النهاردة بقى في حاجات كتير قوي عايزة اعملها، فتعالوا بقى اخدكم معايا في يومي النهاردة واقول لكم عملت ايه. اول حاجة كده، اول ما صحيت حضرت فطار. كان عندي بطاطس مهروسة عملت عليها كده بيض، وحطيت عليها بقى كاتشب وجنبها طماطم وجرجير، وكان طعمها حلو قوي. بدأت بقى في معركة البيت، كنت عايزة اغسل سجادة المطبخ دي، فحطيتها كده في الغسالة وشغلت عليها الغسالة كده وسبتها بقى تتغسل، ودخلت بقى عشان انضف باقي البيت. نضفت بقى كل التراب، وبجد الفوطة بتاعة التراب دي انقذتني جدا، لان انا محتاجتش بقى ولا احط ملمع ازاز ولا ملمع خشب ولا اي حاجة. بجد نضفت الحاجة بسرعة جدا. الفوطة دي انا جايباها من هيلثي لايف باي ميمي، هسيب لكم الاكونت بتاعها تحت. بجد خطيرة. نضفت كمان بيها الكوفي كورنر وكل الترابيزات. بجد كل اللي انا عملته ان انا بس نديتها ميه كده وبدات امسح بيها كل حاجه. بعد كده بقى كنست الاوض كلها كده من التراب، او لو في حاجه واقعه، مع ان ما بيبقاش في حاجه خالص. ونضفت بقى اوضه الكنب ورجعت كل حاجه مكانها ورتبت الكوشن، وبقيت الحمد لله زي الفل. بعد كده بقى مسحت بالفوطه كمان الحته اللي بتبقى عريانه دي من السيراميك، وبجد نضفتها وخليتها بتلمع. وكنت عايزه انضف كمان المراوح، فبجد بصوا ويا دوبك بس بليتها كده وبقيت انضف بيها المراوح من غير ميه ولا اي حاجه. نضفت لي المروحه وخليتها زي الفل زي ما انتم شايفين كده، بجد خطيره. غيرت بقى ملايات السرير وعطرت الاوضه كده، والحمد لله وصلنا بقى لاخر مرحله، وهي مرحله تعطير الشقه كلها. طلعت بقى اللحمه عشان تفك عشان احضر الغدا، وكنت عايزه اشرب كاكاو باللبن جدا، فعملت كوبايه كاكاو باللبن كده حلوه، وقعدت اشربها بقى وياخد بريك شويه لحد ما اللحمه تفك. اول ما اللحمه فكت بقى قطعتها مكعبات كده صغيره، في حله بقى سخنه كده حطيت فيها اللحمه من غير اي مواد دهنيه خالص. شوحتها كده تاخد صدمه، واول ما اتغيرت لونها حطيت الميه بقى عشان اسلقها، وملح وفلفل وشويه التوابل بتاعتكم. بعد ما استوت بقى حطيت عليها مكعبات بطاطس وشرايح البصل كده، شوحتها الاول مع اللحمه وحطيت البطاطس، والحمد لله عملت معاها رز بالشعريه وشوربه لسان عصفور بشوربه اللحمه. وبس كده كان طعمها حلو قوي. بعد كده بقى اكلنا ايس كريم، وبس كده يومي خلص. استنوني في فلوج جديد واشوفكم على خير.